لو بتحبي المحشي يبقى لازم تجربي الطريقه بتاعتي، لانها فعلا حلوه قوي، الطريقه تحفه، ان شاء الله تعجبك. وبحط صوص برضو على المحشي بيخليه خطير اهو، لو باين معاكم في الكاميرا بيخليه طعمه حلو قوي، فعلا بيوديه في حتة تانية خالص. وعملت برضو البطاطس دي معاه، كله كان في حلة واحدة. تعالوا بقى نسمي كده بسم الله ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة تعالوا بقى نعمل كده تسبيكة المحشي. دي كده بصلتين انا فرمان في الكبة فرم ناعم. هصفر بقى كده البصل معايا. ومجهزه برضو دي صلصه ايه، انا عاملاها برضو في الفريزر، ببقى عاملاها وركناها عندي في الفريزر. هي عليها بصل وعليها توم، بس انا برضو بحب لما اجي اعمل محشي ازود كده بصل واحمصها بالطريقه دي. وهزود برضو كده قرن شطه. التوابل معايا ملح، بهارات مشكله، فلفل اسود، كمون، بابريكا مدخنه. ده الحاجات اللي انا ببقى مجهزاها كده لتسبيكه المحشي. انا عايزه اقول لكم برضو ان التوابل المشكله بتاعتي ببقى حاطه فيها ورد وورق لورا وقرفه وقرنفل، ببقى حاطه فيها الحاجات دي. وجوز الطيب برضو ببقى فرمه كل ده مع بعضه، بتبقى مديه طعم حلو قوي. انا عارفه ان في ناس هتستغرب الورد في التوابل في البهارات، بس انا عايزه اقول لكم بس جربوا كده الورد المجفف، فعلا بيبقى طعمه جميل قوي في الاكل. البصل خلاص كده انا عملته بالشكل ده. انا بسيبه اول دقيقتين على نار عالية، وبعد كده بهدي عليه النار خالص عشان يتحمص كده، لان لو خليتيكي معليه النار هيتحرق معاكي. هنزل بقى كده بالشطة، قرن الشطة ياخد تشويحة كده مع البصل، وابتدي بقى انزل كده بالطماطم بسم الله. الطماطم دي زي ما قلت لكم فيها اصلا توم وفيها بصل، بس مش ببقى مكتره البصل ومش ببقى محمصه برضو البصل قوي وانا بعمل الصلصه اللي هي الكبيره. يعني بعمل صلصه كتير عندي كده كميه واحطها في الفريزر، لان ببقى عاملاها للطبيخ ولكل حاجه، فطبعا مش هينفع اعملها زي بتاع المحشي. جربي بقى طريقه المحشي بالطريقه دي فعلا بتبقى تحفه. كده خلاص الصلصه اتسبكت معايا، هنزل بقى كده بالتوابل. وبعدين انزل بقى بالرز بسم الله. الرز ده انا غسلته وحطيته ساعة العمايل، ما ينفعش ان انت تبقي غاسله رز المحشي وراكناه جنبك، عشان برضو ما يبوش معاكي، ولما تيجي تعملي المحشي يبقى مفلفل معاكي. هبدأ بقى كده احط الخضرة انا بحطها اخر حاجة خالص. كده حطيت الخضرة اهي، بحطها اخر حاجة خالص. مش بحط مش بحب ان انا احطها بدري شوية عن كده، عشان برضو ما تتبلش، وعايزاها تبقى خضرة ولونها اخضر كده معايا في المحشي. كده الخلطة بردت معايا اهي، وابتدي بقى احشي المحشي. اول حاجه انا بحطها البتنجان، هو اللي بيبقى تحت خالص، لانه يعتبر اكتر حاجه بتاخد وقت في التسويه. انا بنزل بقى الرز كده بكبسه في الصابع اهو، وبسيب الحته دي كده ما فيهاش رز عشان برضو التسويه، لان الرز بينفش معايا. لما اجي اجيب البتنجان بجيب الصابع اللي هو الحجم متوسط كده، عشان برضو يبقى شكله حلو في المحشي. تنزلي الرز لتحت كده اهو، عشان برضو ما يبقاش مهوي الصابع معانا، وبسيب فيه شويه الاخر دول مش بحشيهم. حطيت كده سطر بتنجان، ابتدي بقى احط فلفل، واخر حاجه على الوش خالص الكوسه، لان البتنجان والفلفل بيحتاجوا تسويه برضو شويه عن الكوسه. فانا بحط بقى الكوسه هي كده اللي على الوش، وارجع بقى احط بطاطس. انا بعمل المحشي كله في حله واحده، حتى البطاطس بقوم مقطعه برضو مكعبات بطاطس واحطها كده مع المحشي، تاخد من طعم الخلطه بتاع المحشي، بتبقى خطيره. ومش بعمل بقى جنبها طبيخ ولا اي حاجه، بتبقى حلوه قوي. هخلص بقى وابقى اوريها لكم في الاخر عشان برضو ما اطولش عليكم. كده خلصت المحشي اهو بالشكل ده، هبتدي بقى اسويه. هحط كده انزل بقى بالشوربه. انا حطيت برضو قطعت كده بطاطس مكعبات اهي،
وحطيت عليها ملح وكمون وبهارات مشكله، تاخد بقى من طعم المحشي، بتبقى حلوه قوي بدل ما نعمل حله تانية طبيخ. واحنا عندنا هنا برضو مش بيبقوا حابين الطبيخ قوي، فبعملها بقى بالطريقه دي، بتبقى حلوه قوي، بتبقى جميله. وحطيت برضو مكعب مرق دجاج على وش المحشي. بصوا يعني الشوربه برضو ما تبقاش كتير. البطاطس دي بقى هتشرب من طعم المحشي، هتبقى طعمها حلو قوي. هحط برضو هنا كده معلقه صلصه للبطاطس كده بالشكل ده. انا عايزه اقول لكم ان محشي الحله الواحده ده بيبقى حلو قوي. هغطيه بقى، واول ما يبتدي يشرب الشوربه بتاعته ههدي عليه. كده بقى خلصت المحشي اهو. هبتدي بقى احطه كده في الصينيه. بسم الله. كده بقى خلصت المحشي، حطيته كده في الصينيه اهو بالشكل ده. ما شاء الله، انا عايزه اقول لكم ان طعمه حلو قوي قوي، والصوص اللي طالع منه فعلا خطير. جربوه بقى يا بنات بطريقتي، وحقيقي هيعجبكم، هتنبهروا من طعمه لان فعلا طعمه حلو قوي. ان شاء الله يعجبكم. ودي البطاطس اهي اللي طلعت منه، طعمها حلو قوي، احلى ما كنت اعملها في طبيخ. انا بعملها كده على طول لان عندي ولادي برضو مش بيحبوها الطبيخ، فكنت جربت ان انا اعملها لهم مع المحشي المشكل، فعلا عجبتهم قوي وطعمها حلو. والشوربه بقى كده خلصت بقى وصفتي النهارده. اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو عجبتكم بقى الوصفه لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.